السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الصحفي رسيم من قناة رسيم سبور، وسنسلط الضوء اليوم على برنامج اليوم من الجولة الثانية من نهائيات كأس العالم 2026، يوم كروي ناري جديد في مونديال 2026، والأنظار العربية تتجه نحو السعودية ومصر. الجولة الثانية تحمل الكثير من الإثارة، فبعض المنتخبات تبحث عن أول انتصار، وأخرى تسعى لوضع قدمها في الدور القادم. الجماهير العربية تعيش على وقع حلم التأهل، وكل نقطة أصبحت تساوي الذهب. السعودية ضد إسبانيا 17، 0-0. الأخضر السعودي يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الأداء البطولي أمام أوروغواي، ويطمح إلى تحقيق مفاجأة جديدة أمام أحد كبار أوروبا. أما إسبانيا التي تعثرت في الجولة الأولى فلا تملك خيارا سوى الفوز لإحياء آمالها. حظوظ التأهل: إسبانيا 70%، السعودية 50%. إذا نجح الأخضر في الخروج بنقطة أو تحقيق الفوز فسيقترب كثيرا من كتابة إنجاز تاريخي جديد. التلفزيون العربي: إيران ضد بلجيكا 20:20، 0-0. مواجهة متوازنة بين منتخبين يملكان نقطة واحدة. بلجيكا تملك الخبرة والأسماء الكبيرة، لكن إيران أثبتت قدرتها على مقارعة الكبار، مما يجعل المباراة مفتوحة على جميع الاحتمالات. حظوظ التأهل: بلجيكا 65%، إيران 45%، أوروغواي الرأس الأخضر 23:20، 0-0. أوروغواي مطالبة بالفوز بعد تعثرها أمام السعودية، بينما يواصل منتخب الرأس الأخضر حلمه الكبير بعد ظهوره المشرف في أول مشاركة مونديالية. حظوظ التأهل: أوروغواي 75%، الرأس الأخضر 40%. مصر ضد نيوزيلندا 2 مساء بعد منتصف الليل. المنتخب المصري بقيادة النجم محمد صلاح يخوض مواجهة مصيرية، والفوز قد يفتح أبواب الدور القادم على مصراعيها. الفراعنة قدموا مستوى رائعا أمام بلجيكا، والجماهير العربية تنتظر منهم خطوة جديدة نحو التأهل. حظوظ التأهل: مصر 60%، نيوزيلندا 40%. التركيز العربي اليوم سيكون على السعودية ومصر، فكلتا المباراتين قد تقربان ممثلي العرب من الدور المقبل، وتمنحان الجماهير العربية ليلة لا تنسى. من تتوقع أن يحقق الفوز؟ السعودية أم إسبانيا؟ مصر أم نيوزيلندا؟ شاركونا توقعاتكم في التعليقات، ولا تنسوا متابعة كل جديد مع رسيم سبورت. كان معكم الصحفي رسيم من قناة رسيم سبور. لا تنسوا مشاركتنا آراءكم والإعجاب بالقناة ليصلكم كل جديد.